يا باشا اصحى اللي انت بتقوله. يا باشا في ناس بتسمعك يا ابويا. استاذ احمد الطيب طلع في قناه الزمالك قال لك ايه بقى؟ تمام. قال لك ان هو الزمالك ليه لسه حظوظ كبيره قوي ان هو ياخد الدوري، لان الاهلي مش في احسن حالاته ولا بيراميدز في احسن حالاته، فهو يعني ممكن ينافس على الدوري. انا ما عنديش اي مشكله خالص في اللي هو قاله ده، انا معاه اصلا تمام. بس تسمع بقى الكارثه اللي جايه دي. قال لك خصوصا بقى ان شاء الله يوم 5/3 الدوري ممكن يروح لبيراميدز، فبالتالي الاهلي هيحصل له هزه نفسيه. هو اللي ما يعرفش بقى يوم 5/3 تمام المحكمه بقى هتقول الدوري اللي فات ده كان بتاع الاهلي ولا بيراميدز، فهو بيقول لك ان الدوري لو راح لبيراميدز الاهلي هيحصل له هزه نفسيه ومش عارف ركبه هتخبط وبتاع. استاذ احمد انا هتكلم معاك بالعقل الاول تمام. دلوقتي الاهلي معاه 45 دوري تمام، باللي هو بالدوري اللي فات ده 45 تمام. هل لو راح منه واحد بقى معاه 44 ده اللي هيخليه، ده اللي هيخليه يتلعب من بيراميدز؟ اصل بيراميدز قرب عليا وبتاع، بيراميدز لسه ده اول دوري ليه لو خده اصلا. الزمالك هيتاثر برضه، ما الزمالك 14 دوري، فيعني ده وده واحد، يعني بيراميدز واحد وده 14 وده 44. كل ما بفتكر ان بيراميدز خده، فمين ده؟ خد انت الكبيره بقى. اصلا لو الدوري ده راح من الاهلي اجرك الله، بعد احترامي للكل الاهلي هيمسك كل فرق الدوري هيعلقهم كده من رجليهم وهيفعل وضع السلخ اجلد. بعدين يا استاذ احمد احنا قلنا 60 مره لازم نبعد عن الاسلاك الفتره دي. اسلاك عريانه انت شكلك كده يا عيني ما تعرفش، فقمت مقرب من واحد فيهم وقمت ملمس في العموم. اتمنى يعني يا جدعان ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله، ولو في حد كهربته زياده ما نستضيفوش ونبعده عن الميه علشان فاهم يعني الحاله ما تسوقش مننا.